الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في المغرب كان مدمرا، خطف أرواح الآلاف، عائلات بأكملها قضت تحت أنقاضه. من نجا من المأساة يعيش ليروي قصته، مدركا أن لا شيء سيعود كما كان. إذن سماع قصص الناجين مؤلمة، فكل قصة توقظ جرحا، كقصة هذا الطفل. هو عبد الرحيم أحيدة، عمره 14 عاما، فقد كل أسرته في الزلزال. عبد الرحيم ظهر على إحدى القنوات مرتديا قميص ريال مدريد، والدموع تنهمر في عينيه بينما يحكي لنا قصة فقدانه لوالده ووالدته وجدته وشقيقه. عبد الرحيم ختم بأنه ينوي تحقيق حلم والده بأن يصبح أستاذا أو حتى طبيبا. منصات كثيرة تناقلت فيديو عبد الرحيم الذي انتشر. الفيديو يبدو أنه وصل بالفعل إلى مسؤولي قلعة الميرينغي في إسبانيا ليطلقوا حملة للوصول إليه، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلامية. إذن الخبر أكده الإعلامي الإسباني بيدرول عبر برنامجه المتخصص في أخبار الرياضة. ريال مدريد يحاول الوصول إلى هذا الطفل، فهو يتابع وضعه وينوي أن يجلبه إلى إسبانيا. نعم، ريال مدريد ينوي استخدامه إلى إسبانيا. النادي الملكي حدد مكان عبد الرحيم وتواصل مع عمه، بل وبدأ بإجراءاته لاستخدامه إلى إسبانيا وضمه لأكاديمية الميرينغي. إذن سينضم عبد الرحيم لأكاديمية الريال، لكن هل يتخلى عن حلم أبيه؟ بالطبع لا، فقد أكد أنه سيكمل تعليمه إلى جانب كرة القدم. قصة عبد الرحيم حظيت بتعاطف كبير لرواد مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نبدأ هنا بمريم تعلق وتقول: كان الله في عونه، الصدمة ليست سهلة، وإن أكمل حياته يجب الاهتمام بصحته النفسية ومرافقته في هذه الرحلة الجديدة، ورحم الله عائلته. وصلنا إلى محمد يقول: كلمة الحمد لله لا تفارق لسانه، وطبعا نتمنى أن يختار ما يناسبه ويناسب مستقبله، ونتمنى لكل الناجين من الزلزال عدم اليأس، فالحياة تستمر بعد كل شيء. أما مصطفى يقول: ضحايا الزلزال ليسوا من مات بل من عاش، لأن هذا الطفل حياته ستتغير. نتمنى للأحسن، ونتمنى لكل من تم إنقاذه أن يفكر بمن فقد ويعيش ليخلد ذكراهم. وأخيرا أحمد: الرياضة أخلاق ورسالة وتضامن. شكرا لنادي ريال مدريد على هذه المبادرة. عبد الرحيم يستحق فرصة جديدة، عزاؤنا واحد يا ابني. مباشرة بعد الزلزال أندية كثيرة عالمية عبرت عن تضامنها مع الضحايا. نبدأ هنا بمانشستر يونايتد، كتب هنا: قلوبنا ودعواتنا مع المتضررين من زلزال المغرب، وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. أيضا هنا باريس سان جيرمان قال: أسرة باريس سان جيرمان برمتها تتضامن مع أصدقائنا المغاربة في أعقاب الزلزال المروع، نتقدم بأحر التعازي لأهل الضحايا، قلوبنا معكم. وأخيرا برشلونة كتب: يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين.